السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيليس كيتشن. تعالوا بقى النهاردة هنعمل سندوتشات شاورما الصاج، شاورما فراخ. عايزة أقولكوا شاورما هايلة جدا. بصوا ازاي الألوانات هايلة وحاجة في منتهى الجمال. مين يصدق بقى ان الشاورما دي من الفراخ أو بواقي الفراخ دي؟ يعني حاجة كده كانت هتترمي. وطبعا كلنا مفيش بيت موجود من غير ما يكون فيه بواقي للفراخ، وأكيد بتترمي. تعالوا بقى ازاي أقولكوا احنا ازاي نعمل إعادة تدوير للفراخ اللي موجودة من غير ما نرمي فيها ولا جزء. أول حاجة دي فراخ كانت مجمعة عندي، يعني تقدروا تقولوا كده كل ما نعمل فراخ لو في جناح أو زور أو أي قطعة من الفرخاية مش برميها، بجمعها في علبة وأحطها في التلاجة أو في الفريزر. ولما أجمع بقى شوية أحس إن هما ممكن يعملوا طبق من الشاورما، أقدر إن أنا أطلع باقي الفراخ ونعمل منهم العظمة اللي احنا شفناها في الأول دي. وزي ما احنا شايفين أنا كده بخلي كل العظم والجلد بتاع الفرخة اللي موجودة أو بواقي الفراخ علشان يبقى الموضوع صحيح. بشيل كل بقى الزوايد بتاعتها، بشيل كل الجلود، كل الحاجات اللي هي لونها أسود، كل الحاجات الغير مرغوب فيها اللي بتكون موجودة في الفرخة بشيلها وبنضفها كويس جدا وبحطها في بولة الفاضية اللي قدامنا دي. وبكده خلاص خلصت كل بواقي الفراخ ونضفتها كويس جدا وطلعت منها قطع الفراخ دي. تخيلوا بقى ان القطعة دي كانت بتترمي من بواقي الفراخ اللي بتتبقى مننا، وبجد محدش عارف قيمتها ايه. هي دي بقى كده القطع بالظبط، فتات الفراخ دي زي الشاورما بالظبط. وعلى طول بقى أخدت فلفل رومي جميع الألوان، أي فلفل رومي أو سبايسي زي ما تحبي، المهم حاولي ان انت تلوني شوية في الموضوع. فهنا أنا كان عندي فلفل رومي أخضر وكمان فلفل أحمر، وقطعتهم صوابع وبعد كده مكعبات. أما الفلفل الرومي قطعته شرايح وتقدري برضو تقطعيه قطع صغيرة مفيش مشكلة، وكمان فلفل رومي أصفر. كل ده لزوم اللون، ولكن لو مش متواجد عندك الألوان مفيش أي مشكلة، استخدمي أي نوع فلفل تحبيه. وادي بقى بصلاية وسط قطعتها شرايح أو ترانشات وبعد كده مكعبات زي ما احنا شايفينها كده. وتعالوا بقى على الجريل، حطيت 3 معالق زيت كده صغيرين مش كبار، أو تقدروا تقولوا معلقتين كبار زيت عادي جدا. وادي بقى الفراخ بصوا ازاي متقطعة فتات عاملة زي الشاورما بالظبط. بالعكس أنا عايزة أقولكوا قطع الفراخ دي ساعدتني جدا إن يكون شكلها عامل زي الشاورما، لأن التلات أرباعها تحسوا إن هو مشوي. فهو ده الشكل بتاع الشاورما بجد. من جوه بتكون لونها فاتح ومن بره لونها ذهبي بالطريقة دي. وهبدأ إن أنا أشوحها كده كويس بالظبط دقيقتين، وهنزل عليها بقى بالتوابل الهايلة بتاعتي اللي بتعمل الطعم بتاع الشاورما الرائع. وهنا بقى احتجت في وصفتي نص معلقة صغيرة من بهارات الشاورما، وكمان نص معلقة من بهارات المشاوي، أو تقدري تستخدمي ال7 حبات أي نوع من البهارات عندك مفيش أي مشكلة، وكمان ربع معلقة من الفلفل الأسمر. وبعد كده قلبت كل المكونات. عايزة أقولكوا الريحة مش طبيعية بجد هايلة، ومش هقولكوا تاني بجد مش متخيلة ان ده يطلع من بواقي الفراخ اللي احنا بنرميها. وهسيبها بالظبط 3 دقايق على النار، وبعد كده هحط عليها ربع كوباية مية علشان تلم معايا الطعم وتديني الدخنة شوية، أو الريحة بتاعة الشاورما اللي احنا بنشوفها برا. وبعد كده هنزل عليها بقطع الخضار أو قطع الفلفل والبصل اللي احنا قطعناهم. تقدروا طبعا تضيفوا طماطم إذا حابين، ممكن تضيفوا 2 طماطم وسط، أو كمان كزبرة بقدونس أي نوع من الخضرة حابين تضيفوه مفيش مشكلة. ولكن شاورمتي كانت كلاسيك شوية، كفاية موضوع الفلفل والبصل مع فتات الفراخ علشان ما يبقاش الموضوع زايد، ولكن طبعا موضوع اختياري جدا. هنقلبها كويس قوي بالظبط دقيقة، وتعالوا اقولكوا بقى هنعمل ايه. وبكده خلاص الشاورما بقت جاهزة وحطيتها في السيرفيس. ما ضغطتش عليها قوي في التسوية لانه هي بالفعل فراخ مستوية. ودي شكلها
بجد رائعة. بصوا ازاي الألوانات حلوة جدا. تعالوا بقى للخطوة اللي بعد كده. طبعا في الفيديو اللي قبل ده كان موجود عيش الصاج وطريقته، وكمان طريقة التومية موجودين في الفيديو اللي قبل ده، وكمان هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. وادي بقى العيش الصاج، بصوا ازاي بيتلموا هايل جدا، رائع. حاجة كده عاملة زي الكريب ولكن طعمها خفيف جدا. فردتها بقى كده على الكاتن بورد، وبعدين حطيت معلقة من التومية وكمان معاهم معلقة كاتشب. بالمناسبة نقدر نحط أي نوع من المخللات برضو عادي جدا، ولكن الموضوع كان بسيط أبسط من كده بجد. حطيت الشاورما كده مع الكاتشب والتومية اللي معمولة في البيت، بجد رائعة. وبعد كده قفلت الناحية اليمين والناحية الشمال، وبدأت إن أنا ألف رول الساندويتش الصاج اللي عندي. وادي أول ساندويتش خلاص جاهز، وكمان الساندويتش التاني حطيت معلقة من التومية وكمان معلقة من الكاتشب. وبعد كده هنحط برضو الشاورما وهنقفل عليها تاني. تقدروا تعملوها زي الكريب، يعني ممكن نقفلها مثلثات، مفيش أي مشكلة، تقدري تعمليها بالطريقة اللي تناسبك. بالمناسبة العيش الصاج ده نقدر إن احنا ننشفه في الفرن ونستخدمه كرقاق، اللي هو الرقاق الناشف أو الطري، مفيش أي مشكلة. وادي تاني ساندوتش، وهخلص كل السندوتشات وعلى الجريل مع نقطة زيت على النار زي ما احنا شايفين. وادي اللون الذهبي بقى، وقلبته بالظبط بعد دقيقتين. وفي الخطوة دي أنا حطيت زي ما اتفقنا نقطتين زيت أو معلقة زيت في الجريل، وبدأت إن أنا أقلي السندوتشات اللي موجودة عندي. وتعالوا بقى في السيرفيس بتاع التقديم، هحط السندوتشات الشاورما الرائعة دي من فتات أو من بقايا الفراخ اللي موجودة. عملنا ألذ عظمة، كريسبي جدا من بره، بجد هايل. وادي شكله من جوه. بجد فخورة جدا بالوصفة دي، وصفة سهلة وبسيطة واتعملت من لا شيء. وزي ما قلتلكم إن شاء الله هسيب لكم لينك العيش الصاج وكمان التومية في صندوق الوصف. أتمنى بقى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وهرد عليكم بفيديو للوصفة. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's Kitchen.